هنعمل النهارده مع بعض احلى فطيره عند الامريكان. هنعمل مع بعض الباي دي بالشوكليت كريم وكريمه الزبده. مكوناتها سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. معانا كوبايتين دقيق، دول معلقتين سكر، دي رشه بيكنج باودر، رشه فانيليا، رشه ملح، معلقتين زبده. الزبده دي انصاف ما فيهاش ملح. نفرك بقى الدقيق في الزبده. عايزين الدقيق بتاعنا يبقى مرمل، نفركه فرك. معانا بقى ميه ساقعه متلجه، مش هناخد منها كتير، يا دوبك 3 معالق بس. ممكن تستبدليها بلبن زي ما تحبي. شايفين شايفين احنا بنعمل ايه؟ احنا مش بنعجن، احنا بنخلي العجينه تبقى متجانسه جوه بعضيها. بندخل الدقيق جوه بعضيه ب3 معالق ميه. عايزينها عجينه صلبه، مش عايزينها عجينه طريه. هي هتغلبك شويه بس هتبقى جميله قوي بعدين. نجيب كده كيس نحط عليه العجينة علشان يساعدنا في العجن بتاعها. شايفين انا بقلب فيها ازاي؟ شايفين لما بفتحها مفتولة ازاي من جوه؟ لانها صلبة ما فيهاش مية كتير. كل السوائل اللي فيها هيكون زبدة. نفردها كده بقى شوية بالنشابة. نجيب بقى قالب الزبدة بتاعنا، نبشر شوية حلوين لان الزبدة لازم تكون ساقعة برضو. بس انا عشان مطلعاها من شوية فايه فكت سنة. ندخل كده الزبدة داخل العجينة ونقلب فيها ونخليها متجانسة جوه بعضيها. نقفلها بقى كده تقفيلة حلوة ونحطها في التلاجة مش أقل من نص ساعة، عقبال ما نعمل مع بعضينا شوكولاتة الكريم وباتر الكريم. يعني دول عبارة عن نوعين كريمة في بعض. هنحط 3 معالق زبدة، نضرب الزبدة كويس لحد كده ما لونها يفتح شوية مع بعض. وبعدين بقى ننزل بالسكر. السكر على حسب المذاق، كوباية، كوباية ونص، كوبايتين. ننزل بالسكر تدريجيا. دي كريمة الزبدة. كل ما نضربها كده ولونها يفتح معانا تبقى فلافي كده معانا وتدينا فورم حلو للكريمة. شايفين لونها فتح ازاي؟ ننزل دلوقتي بقى معلقتين لبن، معلقة نشا صغيرة جدا، 4 معالق كاكاو. نضرب كده بقى شوية كويسين كل المكونات جوه بعضها. معانا بقى مية متلجة او كريمة سايلة على حسب الموجود عندك. حطينا حوالي ربع كوباية كريمة، حطيت نقطة مية برضو اللي موجود دي او دي.
نزلنا بالربع كوباية التانية، يعني حوالي من نص كوباية كريمة او نص كوباية مية ساقعة، بس المهم تكون مجمدة متلجة. دلوقتي هناخد الخليط بتاعنا كله هنحطه في حمام مية. دي معلقة الفانيليا. نقلب بقى كل المكونات كده جوه بعضها. لو انتوا عايزينها كريمة سايلة هتخلوه في حمام المية كده، لو عايزينها جامدة متجانسة تشيلوه من حمام المية وتحطوه على البوتاجاز مباشرة. انا كنت عايزة شوية كده وشوية كده، فعملت كده شوية خدت شوية والباقي حطيته على البوتاجاز مباشرة. عايزين نوصلها لدرجة سوا معينة، شايفين هتاخد وقت معانا شوية برضو على البوتاجاز. كل السوائل تخرج منها، شايفين الكمية بتاعتها قلت قوي وبقت متجانسة كده مع بعضها. ده شوية شوكولات شيب حطيتهم، شايفين حتى من على الحلة من الأطراف ما بقتش موجودة. دي العجينة بتاعتنا طلعناها من التلاجة، فردناها كده بالنشابة. هي هتكون عجينة هارد، عجينة صعبة شوية، عشان كده بنفردها بالعافية. نفرد حتة صغيرة كده على ايه، على قد الطبق اللي عندنا. بس هنرققها شوية كده، حشناها وحطيناها في الطبق. نحوش الزيادات بقى، نقص الزيادات دي والأطراف بقى ندخلها لجوه. شايفين نبططها في الطبق جامد عشان ما تبقاش خلع. شايفين الحركة دي؟ صوابع الاتنين من بره والصابع الكبير من جوه بيزق اللي بره، يعني احدد بصوابع اللي من بره وبالصابع التاني ازق كده علشان يدينا شكل للعجينة بتاعتنا. ده شكلها. حتى هي ما بتتباع عندنا بتتباع بنفس الشكل ده. اجيب شوكة بقى واخرمها عشان احنا حاطين لها بيكنج باودر، مش عايزينها تنفخ معانا. نجيب بقى ورق فويل، هنعمل قرص كده على قد القالب بتاع العجينة من جوه، ونحطه في قلبها كده بقى، وندخلها الفرن على 350. دي بقى نجيب بيضة وحتة فانيليا ومعلقة كريمة ونضربها كده جوه بعضها. علشان بقى الخطوة التانية ايه، طلعنا الفطيرة من الفرن، خليناها كده خدت لون كده، خليناها زي ما بيقولوا اتشمعت كده، وايه دهناها بالبيضة والكريمة بتاعتنا، وجبنا ورق الفويل وحطيناها على الأطراف عشان الأطراف بتاعتنا ما تتحرقش. الحركة دي مهمة. بصوا بقى بعد ما طلعت، شايفين شكلها بقى ايه؟ انا قلبتها علشان تشوفوا شكلها من تحت عامل ازاي، لونها وردي وواخدة شكل القالب بتاع الصينية. دي كريمة الشوكولاتة نحطه في قلبها، وبعدين لازم نجيب كيس ونحطه على الوش ونحطه في التلاجة لحد ما الكريمة دي تجمد معانا. بس انا قلت ايه اوريكم الشكل النهائي. دي شوية كريم شيبس قلت احطهم. دي كريمة الزبدة بس بيضة، هبقى اوريها لكم في مرة تاني. كل ما تجمد معانا الكريمة كل ما يكون شكلها احسن، بس دي سايلة شوية عشان ما حطيناهاش في التلاجة. لازم على الاقل تتحط نص ساعة في التلاجة. دي شوية شوكولات شيبس هنحطهم من فوق كده. نكمل بقى تزيين فيها بالكريمة البيضة والشوكولات شيبس. ده الشكل النهائي بتاعنا. نغطيها كده بقى شوية وبعدين ايه نحطها في التلاجة
علشان الكريمة تمسك نفسها شوية. شايفين بعد ما خرجت من التلاجة جميلة ازاي؟ نقطعها بقى مثلثات. شايفين القطعة ماسكة نفسها وجميلة جدا. جربوها وبالهنا والشفا. باي باي.